يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما احنا شايفين هنعمل مع بعض حاجة حلوة، فيلا تابعوني لاخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين حطيت مية على النار وفيها حوالي نص كيلو سكر وسبتهم على النار. وهنا جبت بقى كيس بسبوسة جاهزة، حطيت عليها معلقتين كده او 3 سمنة سايلة بس يا زوز. وحطيت عليها كده علبة من الزبادي، زي ما انتوا شايفين كده علبة من الكبيرة. وبعدين هنقلب فيهم كده لحد ما قوامها يبقى لين شوية او طري شبه طري كده، زي ما انتوا شايفين. احنا ما بتستاهلش اصلا البسبوسة الجاهزة، مش بتستاهل عجن ولا اي حاجة، هي يا دوبك بس بتقلبي كل المكونات مع بعض. الراجل قال لي اعتمد الطريقة دي وهتدعيلي. قلت له ماشي. انا على العموم انا كنت بحط لها حب سنة بيكنج باودر، وكنت بعملها بلبن. قال لي لا اعمليها زي ما انا قلت لك كده، وفعلا عملتها وما شاء الله طلعت حلوة جدا. انا اول مرة اصلا اخليها اللي هي ايه، متماسكة شوية كده كده زي ما انتوا شايفين. وحاولت بقى اسويها كده من كل الجناب. هنا بقى معايا لفة جلاش هنعملها برضو. دي كانت عندي من رمضان وكانت في الفريزر، قلت اما اطلعها بقى واعملها مع البسبوسة